كتابي فاي، كتابك المسموع. السلام عليكم. اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كاين شي واحد فينا ما كيحس مره بحال لا تايح شويه، باغي يزيد القدام في حياته ولكن بحال ما عرفش منين يبدا، ياك؟ واليوم غادي نحاولوا نفكوا هذه القضيه شويه. عندنا واحد المصدر صوتي زعما فيه شي افكار صراحه واعره، كيفاش الواحد يشد طريقه ويقوي الشخصيه ديالو. الهدف ديالنا اليوم هو نجبدوا منه ديك الخلاصه اللي بصح تنفع، داكشي اللي كيمشي نيشان للقلب. وقبل ما نبداو، الا جات على خاطركم ديروا ديك سبسكرايب وضغطوا على داك الجرس باش فهمتوني ديما تكونوا معنا في الجديد. يلا بسم الله. شوف، اول نقطه واهم نقطه كيأكد عليها الكاتب بزاف هي قضيه المسؤوليه. شوف، ماشي سهله هذه، ولكن كيقول لك خاص الواحد يوقف ويقول بكل صراحه انا اللي مسؤول على هذا الوضع ديالي. صافي نساو ديك الهضره ديال راه الظروف، لا راه الخدمه معكسه، والديا ما فاهمونيش. هاد العقليه هي اللي كتخلي بنادم زعما غير جالس كيتسنى وما كيدير والو. واش فهمتيني؟ ماشي القضيه ما تشوفش في الواقع، لا، ولكن المسؤوليه ديالك هي كيفاش كتجاوب انت مع داك الواقع. تماما، هذه هي الأساس ديال بصح. الكاتب كيشرح بأن هذا التحول في الذهنية هو اللي كيفرق بين واحد كيتسنى الظروف زعما تبدل ليه وواحد كينوض هو يبدل. وملي كتقبل المسؤوليه راه ماشي معناها غادي تتحكم في كل شيء، فهمتي؟ راه ما يمكنش مثلا تحكم في الناس الاخرين ولا في الطقس، ولكن كتركز على داكشي اللي في يديك انت، ردود فعلك، قراراتك، شحال ديال المجهود اللي كدير. هنا فين كتلقى ديك القوه ديال الصح، كتولي الطاقه ديالك كلها غاديه في البنيان ماشي في الشكوى والهدم. راه هاد الخطوه واخا كتبان صعيبه في الاول هي المفتاح ديال الحريه باش تصنع الحياه اللي بغيتيها. هادشي اللي كاين بالضبط. وهاد المسؤوليه فحال اللي قلتي كتدينا نيشان لواحد النقطه تانية اللي حتى هي صراحه لقيتها مهمه بزاف في هذا المصدر، اللي هي الانضباط اليومي. ماشي ديك الحماس ديال زعما دقيقه واحده اللي كيجي ويمشي، لا. الكاتب كيوصف هذا الانضباط فحال شي قنطره كتديك من فين انت كاين دابا لفين باغي توصل. يعني تدير داكشي اللي خاصو يدار، واخا تكون مالل، واخا تكون عيان، واخا كاع ما فيك ما ينوض. شنو بان لك في هذه القضيه؟ هذه نقطة جوهرية بزاف. والانضباط كيف شرح الكاتب فعلا كيتبنى طوبة بطوبة، ماشي كيجي دقة واحدة، كيتبنى بديك القرارات الصغيرة ديال كل نهار. يعني فاش كتختار دير ديك الحاجة اللي عارفها مزيانة ليك واخا هي صعيبة شوية على حسب الحاجة السهلة اللي كتردك غير اللور، كل مرة كتختار الصح واخا كيكون ثقيل شوية، راه بحال الا كتقوي ديك العضلة ديال الانضباط عندك. ومع الوقت داكشي كيولي عادة، كيولي جزء منك، فهمتي؟ الأهم هو ديك الاستمرارية واخا تكون بخطوات صغيورين. والكاتب كيشير لواحد القضية زوينة بزاف، هاد الانضباط هو اللي كيبني الثقة في النفس ديال بصح. علاش؟ حيت كتولي تيق في راسك باللي قادر دير داكشي اللي كتقول راسك غادي دير. يا سلام، يعني ماشي قضيه ديال قوه خارقه ولا شي حاجه، قضيه بناء يومي وصاف. مزيان هادشي بزاف. وهنا كنوصلوا زعما للنقطة الثالثة اللي خرجت بها من هذه القراية، الاستثمار المستمر في التعلم وأيضا قبول النقد. الكاتب كيقول بأن العقل بحال شي عضلة تماما، خاصها التمرين ديما باش تبقى حية وتكبر. يعني ماشي حتى تحتاج المعلومة عاد تمشي تقلب عليها، لا، ولكن تبقى ديما كتقرأ، كتسمع، كتناقش، كتجرب حوايج جداد. وراه فرص التعلم صراحة كاينة في كل قنت، من الكتوبة للنقاشات مع الناس، التجارب ديالنا، وحتى من الأخطاء اللي كنديرو. أكيد التعلم المستمر ضروري وما فيه شك، ولكن الكاتب كيزيد عليها واحد الحاجة اللي صراحة غالبا كتجينا صعيبة شوية، هي كيفاش كنتعاملوا مع النقد، وكيفرق مزيان بين النقد اللي جاي يبني والنقد الآخر اللي جاي غير باش يهدم. وكيقول لك خاص الواحد يتعلم يتصنت لذاك النقد البناء، وخا يقدر يضره في الخاطر في الأول، يسمع ليه بهدوء وبلا ما يبدا يدافع على راسو بالزربة. يسول راسو واش بصح كاين شي حاجة هنايا نقدر نستافد منها، واش كاين شي جانب ديال الحقيقة. راه هكا باش الواحد كيعرف العيوب ديالو ونقاط الضعف، فهمتي؟ وكيكتشف راسو اكثر وكيخدم عليها باش يولي احسن. الاستماع بتواضع، هذه هي الكلمة المفتاح اللي يستعمل. إيوا، إلا جينا نجمعوا هاد الشي كله اللي تقال اليوم من هذا المصدر، نقدروا نقولوا خلاصة القول هي: أولاً، شد مسؤوليتك الكاملة صافي بلا أعذار. ثانياً، خدم على انضباط ديالك كل نهار واخا غير بشوية بشوية. وثالثاً، خليك ديما كتعلم وما تخافش تسمع للنقد البناء، داك اللي بصح يعاونك تزيد القدام.
من السطور. هاد المبادئ كلها كتبان منطقية وباينة ياك، ولكن السر ماشي في المعرفة ديالها. المعرفة بوحدها ما كافياش، السر كله في التطبيق ديالها اليومي بديك التفاصيل الصغيرة ديال كل نهار. تما فين كاين الصعوبة وتما فين كاين الفرق الحقيقي. السؤال اللي كيبقى هو شنو هي أصغر خطوة ممكن الواحد يبدأ بها اليوم دابا باش يطبق وخا غير وحيدة من هاد الأفكار. سؤال مهم بصح للتفكير فيه. كان هذا هو اللقاء ديالنا اليوم. كنتمنى هاد الأفكار تكون عطات شي إضافة وفتحات شي بيبان للتفكير عند كل واحد كيسمع لينا. تهلاو في راسكم بزاف وما نساوش التشجيع ديالكم مهم بزاف لينا. خليو لينا شي تعليق ولا جيم إلا عجبكم هادشي اللي درنا. نتلاقاو في المرة الجاية إن شاء الله. يلا بسلام عليكم.